يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي دفعة تانية بكالوريا 2027. النهاردة أول حصة في المنهج الجديد. منهج نزل تقريبا بقاله 24 ساعة، منهج لطيف، منهج خفيف، منهج محتاج تفكير، وصدقني مادة الرياضيات هتبقى عندك من أسهل المواد اللي هتاخدها في السنة. لو أنت كنت معايا في السنة اللي فاتت فاحنا خلاص بقينا أهل، أما لو أنت أول مرة تشوفني فأنا الباشمهندس محمد جمعة، خريج كلية هندسة قسم ميكانيكا جامعة كفر الشيخ دفعة 2024، والسنة دي هكون معاك في شرح منهج رياضيات البكالوريا بشكل مجاني تماما على اليوتيوب من اول حصه لحد ليله الامتحان. من غير ما اطول عليك قول طول، هتلاقي تحت في الديسكربشن لينك قناه الواتساب تدخل فيها، ولينك جروب الواتساب عشان لو عندك اي سؤال تساله على طول. يلا بينا ندخل الحصه. يلا بينا. في دعاء دايما بحب استفتح بيه اي مجلس علم سواء انا كنت بديه او باخده، دعاء جميل جدا جدا جدا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس النهارده يا جماعه بيتكلم على ذات الحدين. يعني ايه ذات حدين اصلا؟ كنا بنيجي السنه اللي فاتت واحنا بنحل معادله يجيب لي مساله زي دي ويقول لي بسطها، كنا بنيجي نقول ان ده قوس تربيع الاول تربيع زائد الاول في الثاني في 2 زائد الثاني تربيع. يعني كنا بنقول ان ده س تربيع زائد 2 في 4 ب 8 س زائد 4 تربيع ب 16. طب لو كان جايب لي قوس تكعيب مش تربيع هعمل معاه ايه؟ بسيطه، ما هو التكعيب ده يعني قوس تربيع مضروب في قوس عادي. نحله ازاي؟ فك القوس التربيع الاول، ادي س تربيع زائد الاول في الثاني في 2 زائد الثاني تربيع، نضربه في القوس اللي بعده س زائد 1. وزع يلا يا باشا، س في س تربيع بس تكعيب، س في 2 س ب 2 س تربيع، س في 1 بس. وزع الواحد كمان، 1 في س تربيع بس تربيع، 1 في 2 س ب 2 س، 1 في 1 بواحد. جمع يا باشا اللي زي بعضه، س تكعيب مفيش حاجة زيها. الس تربيع عندي 2 س تربيع وس تربيع يعني 3 س تربيع. طب والسين عندي س و2 س يعني 3 س زائد الواحد وحيد في الآخر. طب احنا جبنا القوس تربيع وجبنا القوس تكعيب، طب لو أكتر من كده، يعني لو جه قال لي س زائد 3 الكل أس 10، أعمل إيه في المعضلة دي؟ مش عارف. تعال ناخد مثال كده ونشوف. فك القوس التكعيب الأول، تعال نفكه زي ما فكيناه في السلايد اللي فات. س زائد ص والكل تربيع زائد س زائد ص. فك يلا معايا، س تربيع زائد 2 س ص زائد ص تربيع، ده كله فك القوس الأولاني في س زائد ص. ماشي كلام محترم. يلا يا باشا وزع لي السين، س في س تربيع بس تكعيب زائد 2 س ص في س ب 2 س تربيع ص زائد س في ص تربيع س ص تربيع. كلام محترم. وزع لي الصاد، ص في س تربيع بس تربيع ص زائد ص في 2 س ص ب 2 س ص تربيع زائد ص في ص تربيع بص تكعيب. تعالى جمع لي كده، س تكعيب في حاجة زيها؟ لا، س تكعيب زائد 2 س تربيع ص. فين س تربيع ص؟ في واحدة اهي وفي واحدة اهي، يبقى 3 س تربيع ص. طيب س ص تربيع ادي واحدة اهي وادي 2 اهم، يبقى 3 س ص تربيع. ايه تاني؟ الصاد التكعيب لوحدها في الاخر. طب ما تعالى مجهزها لك هنا اهو. ايه الفرق اللي انت كاتبه هنا هندسة عن اللي فوق؟ تعالى افهمك. اولا انا كان عندي قوس تكعيب صح؟ طلع لي كام حد؟ طلع لي 4 حدود، ادي 1 2 3 4. يعني لو القوس أس 4 يطلع لي 5 حدود، أس 6 يطلع لي 7، أس 100 يطلع لي 101 حد. كلام مظبوط. امسح بقى الايه؟ الدوائر الحمراء دي عشان نفهم. وبعدين يا هندسة قال لك يا سيدي عشان تجيب معامل كل حد كنا بناخد حاجة اسمها توافيق. ايه التوافيق دي يا هندسة؟ انت مجرم ولا ايه؟ وايه 3 ق صفر اللي انت حاطط دي و3 ق 1 و3 ق 2 و3 ق 3؟ هفهمك دلوقتي.
عايزك تاخد بالك من ملحوظة مهمة. السين بادئة عندي بإيه؟ بتكعيب. في المقدار اللي بعده قلت درجتها بقت تربيع. في اللي بعده قلت درجتها بقت 1. في اللي بعده قلت درجتها بقت س أس صفر ب1. يعني س تنازليا. ماشي، وبعدين بص كده على الصاد، نهد بصاد تكعيب، قبلها كانت صاد تربيع، قبلها كانت صاد أس 1، قبلها كانت صاد أس صفر. إذا الصاد بادئة تصاعديا. خد بالك من الألفاظ دي عشان هنحتاجها بعدين. ايه بقى الكارثه اللي انت عمال تقولها لي 3 ق 0 و3 ق 1؟ ما هو المصيبه يا ريس ان هو دخلك في المنهج الجديد على ذات الحدين قبل ما يشرح لك حاجه مهمه قوي اسمها تبادل وتوفيق. ايه التبادل والتوفيق دي هندسه؟ مخمخ معايا وكوبايه الشاي ويلا بينا ناخد امتع حاجه عندك هتاخدها في حياتك، وهي التبادل والتوفيق. صلي على النبي، قول صليت. ايه الكاف اللي انت كاتبها لي دي؟ لا ده مش كاف، دي حاجه اسمها مضروب. ايه المضروب ده يا هندسه؟ يعني ايه مضروب اصلا؟ هقول لك. لما باجي اجيب 1 في 2 في 3 في 4، انا كده عملت ايه؟ انا كده جبت مضروب الاربعه. والله يا هندسه والله. يعني مضروب الاربعه هنا بيساوي ايه؟ 4 في 3 في 2 في 1، اللي هو بيساوي كام؟ يعني 3 في 4 ب 12، 12 في 2 ب 24. ماشي. طب مضروب الثمانية يا هندسة؟ 8 في 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1. اوعى تقول في صفر اذبحك. ماشي. طب مضروب العشرة؟ 10 في 9 في لو انت خلاص عرفت الموضوع هتعمل نفسك فاهم، هعمل نفسي مصدقك وربنا يديم الاونطه. انا فهمت ايه من الموضوع ده. المفروض في تسلسل هنا انت خدت بالك منه. ايه هو التسلسل يا هندسه؟ انا ممكن اخد مضروب الاربعه ده اهو واقول ان هو بيساوي 4 في مضروب التلاتة. أجرمت؟ ما أجرمتش، ما أنا عارف إن مضروب التلاتة ده 3 في 2 في 1. ما أجرمتش يا هندسة. إذا لو أنا عايز أطلع الأربعة بره المضروب أعمل فيها إيه؟ أطلعها زي ما هي وجوه المضروب أنقص 1. يبقى مضروب النون، لو أنا عايز أطلع النون بره إيه اللي يتبقى لي جوه المضروب؟ نون ناقص 1. طب إيه تاني؟ ممكن أقول برضه إنه بيساوي نون في نون ناقص 1 في ايه جوه؟ ما انا طلعت النون ناقص 1 من جوه المضروب لبره المضروب، انقص منها 1 تبقى نون ناقص 2. ده ماله مال التبادل والتوفيق يا هندسه؟ ده هو ده اللي هيحل لك التبادل والتوفيق. خش بينا يلا. بيقول لي بسط لابسط صوره، مضروب 9 على مضروب 4. كلام محترم. هقول لك على تريكات تحل لك كل ده. شوف الكبير فين وابدا منه. يعني ايه هندسه؟ تعال. مين الكبير، 9 ولا 4؟ 9، يبقى ثبت مضروب الأربعة زي ما هو، ووصل مضروب التسعة ده لمضروب 4. أوصله إزاي؟ أهو 9 في 8 في 7 في 6 في 5 في مضروب الأربعة. أجرمت؟ ما أجرمتش، ده أنا كده حليت. طب أنا استفدت إيه من اللي حصل هنا؟ استفدت إن أحمد زي زد أحمد هيروحوا مع بعض، يتبقى لي الناتج 9 في 8 في 7 في 6 في 5. الآلة الحاسبة وعيش حياتك. طب ايه تاني؟ خش على المسألة دي. مضروب نون على مضروب نون ناقص 2. يلا نبسط. مين الكبير، نون ولا نون ناقص 2؟ نون طبعا، يبقى ثبت الصغير تحت. طب واللي بره انا عايز اوصل لنون ناقص 2، طلع النون من المضروب وطلع النون ناقص 1 من المضروب، يتبقى لي مضروب نون ناقص 2. فاهم يا ده ولا مش فاهم؟ افهم براحتك. يطلع لي احمد زي زد احمد ياخدوا بعض ويسافروا، دي هتساوي نون في نون ناقص 1. طب يا هندسه هو المضروب ده لو انا عايز اجيبه بالاله الحاسبه اجيبه ازاي؟ آلتك الحاسبه معايا يلا. بص يا سيدي، على آلتك الحاسبه عايز اجيب مضروب الخمسه. ادي 5، مش عارف ظاهر عندك ولا لا. 5 شيفت علامه اس سالب 1 طلع لي ب 120. طب انا عايز اجيب مضروب السبعه، 7 وشيفت علامة الأس سالب 1 طلع ب 5040. فاهم يا اسطى؟ ملحوظة هامة ملحوظة هامة. قال لك يا باشا مضروب الصفر بواحد ومضروب الواحد بواحد. احفظها زي اسمك محمد أحمد إسماعيل جد الله
ومضروب الصفر بواحد ومضروب الواحد بواحد عشان بنستخدمها كتير جدا. بيقول لي هنا هات لي الناتج بتاع دي، مضروب 8 على مضروب 6 ناقص مضروب 7 على مضروب 5. فين الكبير؟ ال8. ثبت الصغير تحت. مضروب 8 يعني 8 في 7 في مضروب 6. محترم. ناقص مين الصغير ومين الكبير؟ ثبت الصغير. ودي 7 في 6 في مضروب الخمسة. أحمد وزد أحمد يروحوا، أحمد وزد أحمد يروحوا. يتبقى لي فوق 8 في 7 ناقص 7 في 6. 7 في 8 ب56 و7 في 6 ب42. يطلع الناتج 14. يقول لي في المثال اللي تحت مضروب النون بيساوي 720. اوجد قيمة نون. بسيطة، زي ما قلت لك افتح آلتك الحاسبة وجرب ال 720 دي تكون مضروب ايه؟ تكونش يا واد مضروب الخمسة؟ مضروب الخمسة ب120. طب مضروب الستة يا واد؟ مضروب الستة ب720. إذا مضروب النون هيساوي مضروب الستة. المضروب يطير المضروب، إذا النون تطلع ب6. والله الدنيا بسيطة وأبسط من البساطة. خش يلا معايا في اللي بعده. عايز قيمة نون؟ مديني مضروب نون ناقص واحد على مضروب نون ناقص 3 بيساوي 30. كلام مظبوط. الصغير والكبير هنا مين؟ نون ناقص واحد الكبير ولا نون ناقص 3 ولا؟ لما اقول لك كيلو برتقال خدت منه برتقانه ولا كيلو برتقال خدت منه 3 برتقانات؟ مين الصغير؟ اللي خدت منه 3 برتقانات طبعا. نون ناقص 3. طب واللي فوق نون ناقص واحد طلعها بره. في نون ناقص 2 كمان. نون ناقص 2 كمان في مضروب نون ناقص 3. كلام محترم. ده كله بيساوي كام؟ 30. احمد وزد احمد يودوا بعض في داهيه. يتبقى لي نون ناقص واحد في نون ناقص 2 بيساوي 30. في اللحظة دي واحد محترم ممكن يروح يضرب القوسين دول في بعض ويفككهم ويطلع معادلة تربيعية ويحلها. راجل مؤدب. وفي نفس اللحظة دي راجل برضه مؤدب تاني قاعد جنبه يقول لك دول عددين حصل ضربهم اداني 30 بس الفرق ما بينهم واحد، يعني عددين متتاليين، يعني واحد واثنين، اثنين وثلاثة، ثلاثة واربعة. ايه العددين المتتاليين اللي نضربهم في بعض يدوني 30؟ 5 في 6 ده نون ناقص واحد في نون ناقص 2 هتساوي 5 في 6. طب احط مين الاول، الخمسة ولا الستة؟ هنا انت بادئ بالكبير، حط الكبير الاول يبقى 6 في 5 يبقى نون ناقص واحد هتساوي 6. تطلع من هنا النون ب7. هندسة طب انا هاخد نون ناقص 2 بيساوي 5 واحلها تطلع النون، ما هتطلع ياد بنفس السبعة يالا، ما هي نفس النون. وما اختلفوش قد ما هي نفس النون يا ابني. خش على طول في المسألة اللي بعدها. مضروب نون زائد واحد على مضروب نون ناقص واحد بيساوي 42. يلا يا باشا نحل. مين الصغير؟ نون زائد واحد ولا نون ناقص واحد؟ نون ناقص واحد. ماشي، طلع هنا نون زائد واحد، اطرح منها كمان واحد يتبقى لي نون في مضروب النون ناقص واحد بيساوي 42. كلام محترم. وده ودوا بعض في داهية. يبقى يا باشا نون زائد واحد في نون بتساوي 42. نفس الفكرة اللي فوق، عدد وعدد مضروبين في بعض ومتتاليين. ادي نون زائد واحد في نون بيساوي ايه الرقمين يا باشا اللي مضروبين في بعض ب 42 و4؟ 6 في 7 بس الكبير الاول. 7 في 6. يا ولي النعم يا كل النعم، المسائل ما بتخلصش يا عم ابراهيم. يلا بينا. نون في مضروب 2 نون ناقص واحد بيساوي 12. يا هندسه انا كنت لو المساله دي نون في مضروب نون ناقص واحد سهله خالص، ده ميه، هطلع المضروب وهفك وهظبط الدنيا. امال انا ايه اللي معكر مزاجي هنا؟ معكر مزاجي ان في هنا 2. طب وماله يا باشا؟ مش في هنا 2 مضايقاك؟ هو هيحصل حاجه لو قلت 2 نون مضروب 2 نون ناقص واحد؟ مضايقني ايه؟ مش انا زودت 2 هنا؟ روح اضربها في الناحيه اللي هناك. 2 في 12 ب24. حليت معظم مشاكلي والله. طب وبعدين اعمل ايه؟ الاتنين نون اللي بره ده ايه؟ عشان ادخلها جوه اعمل ايه؟ ما هي 2 نون في مضروب 2 نون ناقص واحد هياها مضروب الاتنين نون. يا هندسه لا، انت بدات كده تروح في سكه وحشه. دي سكه الالحاد الرياضي دي انا ما بحبهاش. ليه؟ مش وحشه ولا حاجه. لو الاتنين نون دي بره دي بتسعه وجوه مضروب 9 ناقص واحد اللي هو كام؟ اللي هو مضروب 8. مش هياها لما اقول مضروب 9؟
لا هندسه مش هي. مش هي. تعالى يا عم، مضروب التسعه مش كنا بنطلع التسعه بره في مضروب الرقم اللي اقل منه على طول؟ يبقى هي. يبقى ال 24 دي مضروب، يبقى مضروب الاثنين نون ب 24. آلتك الحاسبه يا معلم. انت بعد كده مع الوقت هتحفظ ال 24 ده مضروب الكام؟ مضروب الاثنين مثلا؟ لا الاثنين مضروبها 2. طب التلاته مضروبها 6. طب الأربعة فعلا مضروبها 24. يبقى دي مضروب الأربعة. المضروب يطير المضروب، يبقى 2 نون بتساوي 4 على 2 فالواحد على 2 فالاتنين، يبقى النون بتساوي 2 يا ولي النعم. يلا بينا على المسألة اللي بعدها. صراحة هندسة أنا واقف بقالي 5 ثواني كده مش فاهم اللي أنت كاتبه ده. إيه نون لام ر دي؟ أنت مش بدأت الحصة وقلت لنا إن هي كانت نون قاف؟ ياد ما هم حاجتين، واحدة اسمها تباديل وواحدة اسمها توفيق. اللام من التباديل والقاف من التوفيق. طب انا هعمل ايه؟ اولا تعالى في الحته الواسعه دي، الحته هناك دي زحمه. قال لك نون لام ر، دي خلاص دي علامه التبادل اللي انت عرفتها. النون دي يعني ايه نون؟ قال لك النون دي اسمه العلم. طب والره؟ قال لك الره اسمه دليل. يعني الناس انا مش فاهم حاجه، ايه الحوارات دي؟ تعالى يا باشا افهمك، بس قبل ما افهمك لازم اقول لك حاجه مهمه قوي، ان النون والره دول لازم ينتموا للاعداد الصحيحه الموجبه. بس الره ساعات في حالات خاصه ممكن تبقى بصفر. وانا في سنك احيانا كنت بحب ان انا اكتب ورا المدرس، لازم يعني كده. ولا بكتب يا ابني، اكتب يا ابني، اكتب ورا يا ابني اللي انا بقوله يا ابني عشان تستفيد يا ابني. اكتب يا ابني عشان تستفيد. المهم يا سيدي، ان لازم كمان ان النون تكون اكبر من الره. معرفش اقول 5 مضروب 10، لا، لازم الدليل اصغر من العلم. يعني 3 4 2 ممكن ساعات يساوي 5 عادي، مفيش مشكله لو الدليل سوى العلم، ما فيهاش مشكله. طب تعالى ناخد مثال ونفهم احنا بنحلها ازاي اصلا. قال لك يا باشا 7 لام 5 دي كانت بتساوي، اعمل شرطة كسر، مضروب العلم على مضروب العلم ناقص الدليل. 7 ناقص 5 يعني 2. والله يا هندسة بالسهولة دي؟ شفت بقى؟ اسهل من السهولة كمان. ادي يا باشا مضروب الاتنين هو الصغير، خلاص بقت مضاريب، ما احنا عمالين نحل مضاريب. 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في مضروب الاتنين. المضروب راح مع المضروب، حل دي يا باشا هتلاقي الناتج. طب 5 لام 2 هتساوي، يلا يا باشا، مضروب العلم على مضروب العلم ناقص الدليل. 5 ناقص 2 3. ماشي، ثبت التلاتة تحت. 5 في 4 في مضروب التلاتة تطلع دي ب20. كلام بص، موز. قال لك يا باشا في حالات خاصة، لو نون لام صفر ولو نون لام نون. تعال نحلها الأول بطريقة وبعد كده تعرفها في الآخر. تعال نحل. ادي مضروب النون على مضروب العلم ناقص الدليل. نون ناقص نون بنون، اذا مضروب النون على مضروب النون تطلع بواحد. اذا اي حاجه في الدنيا تبادل مع الصفر تديك واحد. احمد لم صفر بواحد، محمد لم صفر بواحد، مليون لم صفر بواحد. خلصنا. خش على اللي بعدها. لو نون لم نون العلم سوى الدليل. تعالى يا باشا، مش هنا كنا بنقول مضروب العلم وتحت كنا بنقول مضروب العلم ناقص مضروب الدليل؟ ماشي، يطلع هنا مضروب النون وهنا مضروب الصفر، وانا قلت لك مضروب الصفر بواحد، اذا تطلع دي مضروب النون. يبقى اي حاجة تبادل نفسها تديك مضروبها. احفظ معايا وافهم في نفس الوقت، ما تحفظش بس وما تفهمش بس. يلا على اللي بعده. جايب لي مسألة وبيقول لي 13 لام ر بيساوي 17160. اوجد قيمة ر ثم اوجد قيمة 2 ر زائد 1 لام 3. وايه اللي مخلي 2 ر زائد تحت كده؟ 2 ر زائد 1 لام 3. في يا باشا طريقتين، طريقة شعبولي وطريقة محترمة. أنا كده راجل محترم وبحل بالطريقة المحترمة، حل بالشعبولي أنت بعدين براحتك. 13 لام ر، تعال نفكها. آدي مضروب ال 13 على مضروب 13 ناقص ر. شغل دماغك معايا كده. انا عايز الرقم الداهيه ده اهو يغور في داهيه تاخده. اخليه يغور في داهيه تاخده ازاي؟ تعالى يا باشا، مش مضروب ال 13 ده انا اقدر افكه. انا عايز رقم 13 في 12 في 11 في 10 في اسماعيل في احمد في ابراهيم يديني 17160. قالتك الحاسبه المحترمه اللي تعبت معاك
13 في 12 في 11 يديني 1716. اضربها كمان في 10 1760. يبقى كلام مظبوط. يبقى انا اقدر اقول له 13 في 12 في 11 في 10 في مضروب التسعة على مضروب 13 ناقص ر هيساوي 17160. وعرفنا خلاص ان الرقم ده طير الرقم ده. ماشي، كلام مظبوط. طرفين في وسطين يا باشا زي ما بيقولوا. يبقى مضروب 13 ناقص ر هيساوي مضروب التسعة مضروب على مضروب ما يرولش. 13 ناقص ر هيساوي 9 بسالب ر هتساوي 9 ناقص 13 بسالب 4 تطلع الر ب4. هو عايز الر بس هو مش عايز الر بس، هو عايزك تجيب 2 ر زائد 1 لام 3. هقول له يا باشا 2 ر ب4 2 في 4 ب8 زائد 1 يبقى 9 لام 3 بتساوي. حل يا باشا. يا اما تروح تحل بالمضاريب يا اما تيجي اعلمك بنحل التبادل ازاي بالاله الحاسبه، آلتك الحاسبه الجميله. هتقوم يا باشا جايب هو عايز ايه 9 لام 3. اكتب اللام ازاي؟ شيفت وعلامه الضرب يقوم كاتب لك بي اللي هي الكحكه لفوق. كحكه زي اللي يجيبها في الامتحان في الاخر. هي لام كام؟ لام 3 يساوي تطلع 504 اهو يا باشا. استنى اظبطها لك. اي ما علينا، الكاميرا بتناحي فيا بس ايه 504. يبقى عرفنا بالآلة الحاسبة هكتب 9 شيفت علامة الضرب اللي هتديني بي في الرقم التاني اللي هو 3. طب والمضاريب كانت شيفت والأس سالب 1. يلا يا باشا خش على اللي بعده. عايز برضه قيمة نون في المسألة دي. نون لام 4 بيساوي 14 نون ناقص 2 لام 3. يلا يا باشا كلام محترم. عايز أقول لك الأول على هنت على جنب كده. لو جه قال لي 6 لام 3 هقول له ايه؟ هقدر اقول له ان هي 6 في 5 في 4 بحيث يبقوا دول 3 ارقام بس زي الدليل. طب لو قال لي 5 لام 2 هقول له 5 في 4. طب لو قال لي نون لام 4 هقول له نون في نون ناقص 1 في نون ناقص 2 في نون ناقص 3 بحيث ان كلهم يساووا 4. هنا بيقول لي نون لام 4. يلا يا باشا نفك. مضروب العلم على مضروب العلم ناقص الدليل. كلام محترم. هيساوي 14 في مضروب العلم نون ناقص 2 على مضروب العلم نون ناقص 2 ناقص الدليل اللي هو كام؟ 3. يعني دي كلها نقدر نقول بنون ناقص 5. كلام محترم. فك الأولانية. الكبير فين؟ الكبير اللي فوق يبقى ثبت اللي تحت. مضروب النون ناقص 4 يبقى فوق نون في نون ناقص 1 في نون ناقص 2 في نون ناقص 3. ما بتفكركش في حاجة دي اهي بالظبط اهي بالظبط في مضروب نون ناقص 4 يساوي 14. مين الكبير؟ الكبير اللي فوق يبقى ثبت اللي تحت. نون ناقص 2 في نون ناقص 3 في نون ناقص 4 في مضروب نون ناقص 5. احمد يودي زد احمد واحمد يودي زد احمد. عندي ايه تاني؟ عندي نون ناقص 3 هتودي نون ناقص 3 ونون ناقص 2 هتودي نون ناقص 2. يتبقى لي هنا نون في نون ناقص 1 هتساوي 14 نون ناقص 4. فك يا باشا اقواسك وريح نفسك. نون تربيع ناقص نون هتساوي 14 نون ناقص 4 في 14 ب 56. ودي يا باشا الناحية التانية يبقى نون تربيع ناقص نون ناقص 14 نون زائد 56 هتساوي الصفر. يبقى نون تربيع ناقص 15 نون زائد 56 هتساوي الصفر. حلل يابا. قوسين نون ونون إشارة موجب يبقى الاتنين سوالب. 7 في 8 ومش هتفرق مين فيهم الأول. يبقى هنا النون تطلع ب7 والنون تطلع ب8.
ويطلعوا معايا حلين ينفعوا، بس اتاكد الاول. خد النون حطها فوق اكبر من العلم، اكبر من الدليل. حط النون هنا اكبر من الدليل سواء 7 او 8. يبقى الحلين ينفعوا. خش على معايا على المساله اللي بعدها. م زائد ن لم 3 بيساوي 210، وم ناقص ن لم 2 بيساوي 6. اوجد قيمه م ونون. تعالى يا باشا حل بالطريقه الشعبولي. م زائد ن في م زائد ن ناقص 1 في م زائد ن ناقص 2 تساوي 210. عايز يا باشا 3 أرقام ورا بعض متتاليين حاصل ضربهم 210 من غير ما تروح تجرب. هم 5 في 6 في 7. يبقى هنا دي يا باشا بتساوي، بس حط الكبير الأول، 7 في 6 في 5. هو 5 في 6 ب 30 في 7 ب 210. يبقى م زائد ن، خد أي واحدة فيهم بقى، هتساوي 7. ادي اول معادله احتفظ بيها وخليها في جيبك. م ناقص ن لم 2 بيساوي 6. تبقى م ناقص ن في م ناقص ن ناقص 1 هتساوي 6. عددين متتاليين حصل ضربهم 6. 2 في 3 الكبير الاول، يبقى م ناقص ن بتساوي 3. ادي المعادله الثانيه. اجمع المعادله الاولى على المعادله الثانيه، يبقى م زائد م 2 م ن ناقص ن بصفر. 7 و3 10، يطلع من هنا الميم ب5. طب والنون عوض في أي واحدة. 5 ناقص ن بيساوي 3، يبقى سالب ن هتساوي 3 ناقص 5 بسالب 2، يبقى النون ب2. وادي يا باشا النون اللي هو عايزها. شربنا التباديل حفظناها صم. نخش في التوفيق. عايز أقول لك إن منهجك سهل جدا، أسهل من دفاع الأهلي امبارح قدام برشلونة. الموضوع أسهل مما يكون يعني. إيه بقى يا سيدي حوار التوفيق ده؟ ن ق ر. خلاص عرفنا ده العلم وده الدليل. نحلها إزاي؟ قال لك في طريقتين للحل. أول طريقة مضروب العلم على مضروب العلم ناقص الدليل. طب ما كده توفيق؟ لا، ما في حتة كمان، في مضروب الدليل. بس كده هو ده كل اللي زاد في الموضوع، ان في ان هتضرب تحت في مضروب الدليل. طب انا مع الموضوع ببساطة القانون التاني انا ممكن اشيل ده كله واحط التباديل. ادي يا باشا ن لم ر على مضروب الر. يلا على طول وانت سخنان كده 5 ق 2. يلا حل بالطريقة الأولانية. مضروب الخمسة على مضروب 5 ناقص 2 يعني مضروب التلاتة في مضروب الاتنين. يلا يا باشا عندك الصغيرين كلهم تحت، سيبهم تحت زي ما هم، متقلقش منامهم. مضروب الخمسة 5 في 4 في مضروب التلاتة. مضروب التلاتة هيروح مع مضروب التلاتة، 5 في 4 ب20 ومضروب الاتنين ب2 تطلع ب10. طب لو هتحلها بالتباديل، ادي يا باشا هحط 5 لام 2 على مضروب الدليل اللي هو الاتنين. 5 لام 2 دي احنا قلنا ايه؟ 5 في 4 على مضروب الاتنين ب2. 5 في 4 ب20 على الاتنين ب10. ما هي نفس الناتج، ما هي نفس المسألة يا ابني، ما تعذبنيش بقى. أول قاعدة عندك في التوفيق وهي قاعدة التبسيط. يعني ايه قاعدة التبسيط؟ قال لك يا باشا ن ق ر هياها ن ق ن ناقص ر. يعني ايه؟ 7 ق 5 هتساوي 7 ق ن ناقص ر. 7 ناقص 5 كام؟ 2. شفت؟ هي. هل الكلام ده في التباديل؟ لا، احنا هنا في التوفيق بس. 10 ق 3 تبقى 10 ق 10 ناقص 3 اللي هي 7. كلام محترم. طب ن ق ن ناقص 2 ولا يفرق لي يا باشا. ن ق ن ناقص 2 دي بتساوي دي. طب ما تفك لي الحته دي كده، تطلع ن ق ن ناقص ن ناقص في سالب بموجب 2. نون ونون دول يطيروا بعض، يطلع في الاخر نون. وهي دي اللي بستخدمها اصلا في المسائل. نون ق ن ناقص 2 هتطلع لي في الاخر صوره ابسط، عشان كده اسمه قانون التبسيط. تطلع نون ق 2. خش على القانون اللي بعده على طول في التوفيق، قانون التساوي. امتى اقول على حاجتين بيساووا بعض؟ لو العلم بيساوي العلم والدليل بيساوي الدليل، اذا هما متساويين. طب ايه تاني؟ نفس ما كنا واخدين من دقيقة بالظبط، ده سوى ده لما العلم بيساوي العلم والدليل زائد الدليل بيساوي العلم. ما هي دي سوى دي. العلم 7 و7، طب والدليل 5 زائد 2 7.
اهو يا باشا كده كده خلاص العلم بيساوي العلم، يا اما الدليل بيساوي الدليل يا اما الدليل مجموع مع الدليل يديني العلم. تعال ناخد امثله على الكلام ده عشان نفهم. وعايز قيمه نون هنا، نون ق 9 بيساوي نون ق 18. مش احنا قلنا يا اما ده بيساوي ده يا اما مجموعهم يساوي العلم؟ طب ما مجموعهم اهو 9 زائد 18 هيساوي نون، اذا النون من هنا ب 27. طب اللي بعدها 18 ق ر زائد 9 بيساوي 18 ق 3 ر زائد 1. هنا انا قدامي سكتين مش سكه واحده، السكه الاولانيه والسكه الثانيه. السكه الاولانيه ان هما بيساووا بعض، ر زائد 9 هتساوي 3 ر زائد 1. من هنا اقدر اقول ودي الر الناحيه دي وما ترجعش فاضي، رجع الواحد. يبقى هنا 9 ناقص 1، ما الواحد راح له بإشارة مخالفة، هتساوي 3 ر ناقص ر، يعني 8 هتساوي 2 ر. من هنا اقدر اقول ان الر بتساوي 4. قبل ما تكمل روح اختبر الأربعة دي تنفع ولا لأ. 4 و9 13 أصغر من 18 تنفع. 3 في 4 ب 12 1 15 أصغر من 18 تنفع. إذا ده حل قائم معايا. روح يا باشا على الخطوة التانية والطريقة التانية. لو هما الاتنين مجموعهم يساوي الدليل، ر زائد 9 زائد 3 ر زائد 1 يساوي 18. 3 ر و ر 4 ر هتساوي 9 و1 10، اوديهم هناك بعكس الإشارة يبقى 18 ناقص 10 تطلع 8. ومن الر نقول 8 على 4 تطلع ب2. وده كمان حل قائم معانا، ما الأربعة نفعت يبقى الاتنين هتنفع. ولا ركز وخليك سليم كده ومصحصح. خش على طول في اللي بعدها. حاجة يا سيدي اسمها النسبة. يعني ايه النسبة؟ قال لك لو نون ق ر مقسومة على نون ق والره دي متنقص منها 1. يعني ايه؟ يعني 10 ق 6 على 10 ق 5. نون ق اسماعيل على نون ق اسماعيل ناقص 1. تعمل ايه يا باشا؟ قال لك قانون بسيط اهو، نون ناقص ر زائد 1 على ر. طب ما تيجي نحل هنا دي يمكن نفهم. نون بكام؟ ما هي ب 10 في الاتنين يا ابني واحدة. 10 ناقص ر هي اللي فوق ب6 زائد 1 على ر، يعني 10 ناقص 6 ب4 زائد 1 يبقى 5 على 6. طب هنا 18 ق 4 على 18 ق 5. هندسة لا دي ما بتتحلش هندسة. أنا عرفت. لا 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 خلاص يا باشا اقلع على المايك وسيب الحصة دي ما بتتحلش. ليه يا ابني ما بتتحلش؟ هندسة أنت قلت لي إن هي اللي فوق أكبر من اللي تحت بواحد في الدليل. هنا أنت جايب لي الدليل اللي فوق أصغر من اللي تحت بواحد. إيه يا ابني المشكلة؟ مش اوعى كسلك، ما تعكسها يا ابني. إيه المشكلة؟ آدي ر على نون ناقص ر زائد 1. مش عاجباك؟ اطلع بره كده اهو. 18 ق 5 على 18 ق 4 وروح حلها وهات الناتج ان هو اعكسه. هي هيها يا ابني. تساوي الر بكام؟ خد الر الكبيرة 5 على 18 ناقص 5 زائد 1. يطلع 5 على 18 ناقص 5 زائد 1 يعني 19 ناقص 5 تطلع 14. نخش على اللي بعدها الجمع. لو نون ق ر زائد نون ق ر ناقص 1. هندسة ده زي اللي فاتت. ما ايه المشكلة؟ ما تبقى زي ما تبقى. هتساوي يا باشا، هتزود على النون فوق 1 وبس كده يا باشا. ده كل الموضوع. يعني ايه هندسة؟ تعالى بالمثال. 10 ق 7 زائد 10 ق 6 هتساوي 11 ق 7. بس كده؟ بس خلاص نروح حل بقى 11 ق 7. تعالى يا باشا نحل 11 ق 7. احنا يعني مشلولين. ادي مضروب ال 11 على مضروب ال 11 ناقص 7 ب4 في مضروب السبعة. ويلا يا باشا حل. هاتها بالآلة الحاسبة. مضروب 11 على مضروب 4 في مضروب 7. ايه المشكلة؟ 6 ق 3 زائد 6 ق 4. يا هندسة انا قفشتك. انت المرة اللي فاتت في السلايد اللي فات ده اهو قلت لي هنا ده الصغير على الكبير هنعكس. يبقى احنا هندسة هنا ايه؟ هنعكس برضه هنا هندسة. يا ابني ده جامع يا ابني. 1 زائد 2 هي 2 زائد 1. انما 1 على 2 مش هي 2 على 1. الجمع ابدالي. ادي يا باشا خد حط النون بتاعتك 6 زود عليها 1 تبقى 7. يبقى 7 ق 4 وخد دايما الدليل الأكبر. طب احنا عمالين نجيب التساوي لو العلم بيساوي العلم. طب يا هندسة لو افرض الدليل هو اللي سوى الدليل أعمل إيه؟ أقول لك يا باشا عندك احتمالين.
يا اما العلم بيساوي العلم يا اما الدليل بصفر. يعني ايه؟ يعني 5 ق 3 هتساوي 5 ق 3. ما هو الدليل بيساوي الدليل والعلم بيساوي العلم. طب الحالة التانية لو الدليل نفسه بيساوي صفر، يعني 11 ق 0 هتساوي 100 ق 0. يا هندسة يعني ايه ق 0؟ تعالى يا باشا نشوف ق 0 دي ونحلها. تعال نفك ال 11 ق 0 دي. ادي 11 على مضروب 11 في مضروب الصفر، وزي ما انت عارف وقلت لك احفظها زي اسمك، مضروب الصفر بواحد يعني ملوش لازمة. مضروب 11 على مضروب 11 بواحد. طب وهنا ما هي مضروب 100 على مضروب 100 ناقص صفر ب100 في مضروب الصفر، مضروب الصفر بواحد تطلع بواحد. كلام بسيط واسهل من السهولة، اسهل من مرمى الشناوي. يلا يا باشا اوجد قيمة ن في كل مما يأتي. بديلي ن ق 7 على ن ق 6 بيساوي 4 على 7. تعالى يا باشا كده ن ق 7 انا بفهم لما اكتبها كده. ن ق 6 هتساوي 4 على 7. هو احنا دي مش احنا لسه واخدين طريقتها بتاعت لما كان ده بيساوي ده بس الدليل فوق اكبر من تحت بواحد؟ هقول له ن ناقص ر اللي هي ب7 زائد 1 على ر اللي هي ب7 هتساوي 4 على 7. ال7 دي تطير مع ال7 دي. ن ناقص 7 زائد 1 سالب 7 زائد 1 بسالب 6 هتساوي 4. يبقى النون ودي 6 الناحية اللي هناك تطلع ب10. كلام محترم وبسيط. اللي بعده على طول ن ق ن ناقص 2 بيساوي 45. اوجد قيمة ن. ده اهي انا لسه مديها لك في سلايد من شوية وقلت لك هنحتاجها. هات يا باشا اللي احنا كنا بنتكلم عليها. راحت فين راحت فين راحت فين راحت فين؟ يلا ندور راحت فين. اها قلت لك ده هنحتاجها في المسائل. ن ق ن ناقص 2 طلعت في الاخر ن ق 2. يلا يا باشا اجري اجري على طول. ن ق ن ناقص 2 هيها ن ق 2 من غير كلام كتير هتساوي 45. يبقى ن لام 2 على مضروب الدليل بيساوي 45. ن لام 2 دي احنا خلاص هرسناها. ن في ن ناقص 1 على مضروب الاتنين خلاص ب2 هتساوي 45. يعني ن في ن ناقص 1 هتساوي 2 في 45 ب90. الرقمين اللي ورا بعض خلاص عرفناهم 9 في 10 بس الكبير الأول تطلع النون ب10. وقفل يا باشا مسألتك والدنيا تمام. جايب لي مسألة حنين بيطبطب عليا. بيقول لي ن لام ر بيساوي 720 ونون ق ر بيساوي 120. اوجد ن ور. كلام بسيط. هو انا مش ممكن اخد دي اعوض بيها في دي؟ ممكن. ما هو ن ق ر هتساوي ن لام ر على مضروب الر اللي هي ب 120. ما هي دي كلها هي فوق معايا ب 720. اضرب يا باشا طرفين في وسطين طلع المضروب الر فوق ونزل ال 120 تحت. يبقى مضروب الر بيساوي 720 على 120 تطلع ب6. وايه اللي كان مضروبه 6؟ مضروب التلاتة. كان 2 في 3 ب6. طير مضروب مع مضروب يطلع الر ب3. هو كان عايز قيمة ايه؟ عايز قيمة ن. اطلع يا باشا خد الر وعوض فوق في اي واحدة فيهم هات قيمة التانية. موضوع ابسط من البساطة. نرجع لمرجوعنا اللي بدأنا بيه الحصة وهو اصلا الدرس الاول عندك ذات الحدين. اعمل فيه ايه؟ مش انا قلت لك ان في حاجات بنستخدمها نجيب بيها المعاملات اهي؟ انت فهمتها بقى خلاص. انا عندي ده س زي الصادق كل تكعيب. يبقى انا عارف معامل الحد الاول ومعامل الحد الثاني والثالث والرابع لحد ما اخلص. 3 ق 0 ده معامل الحد الاول، 3 ق 1 ده معامل الحد الثاني، 3 ق 2 ده معامل الحد الثالث، 3 ق 3 ده معامل الحد الرابع. طب لو هم 5 حدود هزود يبقى 4 ق 0 4 ق 1 4 ق 2 وهكذا. طب انا عايز اجيب بقى اللي هنا هحط ايه هنا؟ قال لك يا باشا الحد الثاني أس الدليل على الحد الأول أس فرقهم. فرق مين؟ فرق العلم والدليل. يعني أجيب الحد الأولاني هنا إزاي؟ تعال شيل بقى القرف ده. أدي يا باشا امسح ديليت. الحد الثاني اللي هو صاد أس الدليل. الدليل هنا صفر. في الحد الأولاني س أس فرق العلم ناقص الدليل 3 ناقص صفر. خش على اللي بعدها.
3 ق واحد. الحد التاني ص أس الدليل بواحد. الحد الأول س أس العلم ناقص الدليل 3 ناقص 1 ب2. ادي يا باشا ص أس الدليل في الحد التاني أس الفرق ما بين العلم والدليل 1. الحد التالت ص أس كام يا ابني؟ أس الدليل 3 في س أس العلم ناقص الدليل اللي هو بصفر. تيجي تبص معاك إن الصاد أس صفر دي بواحد اختفت، وإن السين أس صفر دي بواحد اختفت، وتعرف إن دايما في ذات الحدين لما تجيب المفكوك بتاعها أول حد هو الحد الأولاني الأس بتاع القوس، والحد الأخير هو الحد التاني الأس بتاع القوس. وكده يا باشا عرفنا نجيب الموضوع. خلاص 3 ق صفر بالآلة الحاسبة، 3 ق 1 بالآلة الحاسبة، 3 ق 2 بالآلة الحاسبة، 3 ق 3 بالآلة الحاسبة. موضوعك أسهل من السهولة. عايز يا باشا يفك لي س زائد 5 أس 6. إيه أس 6 دي كبيرة أوي يا عم. تعالى يا باشا، أس 6 يعني كام حد؟ 7 حدود. 6 ق صفر، 6 ق 1، 6 ق 2، 6 ق 3، 6 ق 4، 6 ق 5، 6 ق 6 وتعد تلاقيهم 1 2 3 4 5 6 7 أزيد من أس القوس بواحد. طيب يلا نكتب. الحد الثاني 5 أس. خلاص احنا قلنا بقى الحد الأولاني ده إيه؟ الحد الأولاني كله أس القوس، والحد الأخير اللي برضه هنا 5 أس القوس. إيه تاني؟ خش على الحد اللي بعده 6 ق 1. أدي 5 أس 1 في س أس 6 ناقص 1 يعني 5. الحد التاني 6 ق 2، 5 أس 2 في س أس 6 ناقص 2 اللي هي ب4 زائد 5 أس 3 في س أس 3 6 ناقص 3، 5 أس 4 في س أس 6 ناقص 4، 5 أس 5 في س أس 6 ناقص 5. وخلاص ده عرفناه جبناه من ساعتها. آلتك الحاسبة يا معلم. قبل آلتك الحاسبة صحيح، ده أنا نسيت أقول لك يا ابني بنجيب التوفيق دي إزاي بالآلة الحاسبة. افتح آلتك الحاسبة، دوس 6 شيفت علامة القسمة، حط الدليل اللي هو الصفر أو الواحد أو الاثنين أو الأربعة. عرفت تجيب أي حاجة بالتوفيق. خلاص 6 ق صفر دي بواحد احنا عارفينها نشيلها. 6 ق 1 ب6، 6 ق 2 دي ب15، 6 ق 3 ب20، و6 ق 4 ب15. واحد يقول لي هندسه انا فاكرها من شويه، ما هي 6 ق 2 هتساوي 6 ق 4 عشان بيساووا بعض. ماشي يا سيدي راجل ذكي. 6 ق 5 هتساوي 6 اللي هي 6 ق 1، و6 ق 6 هي 6 ق 0 بواحد. يلا يا باشا كمل معايا. اول حد هيطلع س أس 6 زائد 5 في 6 ب30 يبقى 30 س أس 5 زائد 15 في 25 ب375 س أس 4 زائد 20 في 5 تكعيب ب2500 س تكعيب زائد 15 في 5 أس 4 ب9375 س تربيع. يلا زائد. هو كده مش هيطلب منك الكلام ده في الامتحان، خلي بالك يعني، احنا بس ايه بنفهمك. انما هو يجي في الاخر بقى المسائل هتعرفها مع الحصص. هات لي الحد اللي مش عارف كذا، هات لي مش عارف الحد اللي رتبته كذا، هنعرف مع بعض في الايه في الحصه يعني. 6 في 5 أس 5 18750 س زائد آخر حاجة خالص 5 أس 6 ب15625. فكك من الخنبليصة دي كلها ملهاش لازمة، كده كده مش هيجي يسألك على حاجة زي دي في الامتحان. طب لو جه نفس المسألة بالظبط بس قال لي س ناقص 5 الكل أس 6، عارف كل اللي هيحصل إيه؟ تعال نجيب بس اللي هناك. هاتها كوبي. مش هي دي نفسها؟ عارف ايه كل اللي هيحصل؟ اول مره لما حطينا 5 سالب 5 اس 0
عدت، ما احنا بناخد الحد التاني كله. هناخد ده اهي -5، ودي -5، ودي -5، ودي -5، ودي -5، ودي -5. ايه اللي هيحصل؟ هنا خلاص ده طار. -5 أس 1 هتطلع هنا ب5، فالحد هيطلع بالسالب. -5 أس 2 هيطلع موجب. -5 أس 3 سالب. -5 أس 4 موجب. -5 أس 5 سالب. يطلع عندك في الآخر الحدود عاملة كده: موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب، وهكذا. ده كل الفرق ما بين ان ان الاشاره هنا سالب واشاره القوس كانت موجب هناك. اخر حاجه معانا النهارده بيقول لي 2 س ناقص 2 ص اس 5 اوجد مجموع المعاملات. هقول لك على الطريقه الشعبولي وانت هتحلها بنفسك وتبعت لي على جروب الواتساب حليتها ازاي. الطريقه الشعبولي هو عايز مجموع المعاملات، شيل السين وحط واحد، شيل الصاد وحط واحد، يبقى 2 في 1 ب2 ناقص 2 أس 5 هيطلع مجموع المعاملات بصفر. حلها بايدك ووريني في الاخر طلعتها بايه. وزي ما بدينا بالدعاء ننتهي بالدعاء، ودعاء مهم جدا جدا جدا: اللهم اني استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي ورده عند حاجتي اليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لحد هنا نكون خلصنا حصه النهارده. مش عايز اكد عليك انك لازم تدخل قناه الواتساب وجروب الواتساب وتعرف ان احنا بنشرح المنهج كله بالكامل مجاني من اول حصه ليله الامتحان، كله لوجه الله. صدق على روح والدتي الله يرحمها. اشوفكم الحصه الجايه على خير، والسلام عليكم.